الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض يعني جولة عند طيورنا. شايفين مع بعض اهو الكتاكيت البيضة. ده المشروع اللي انا صورت لكم الفيديو بتاعه، بس طبعا هو انا النت كان قطع عندي بقاله اسبوعين، فانا صورته. يعني هم دول عمرهم حوالي 13 يوم وهم شايفين، اللهم بارك، شايفين ما شاء الله حلوين خالص اهو. فالنهارده ان شاء الله قلت اوسع لهم المكان، حاسه ان المكان ضاق عليهم، فانا هوسع لهم المكان. انا كنت صورت لكم فيديو او 2 قبل كده، بس مش عارفه ده اللي هينزل الاول ولا دوكهم، فهنشوف مع بعض هنعمل ايه. هنوسع المكان وهنفرش لهم ترم، فخليكم معايا. وده بعد ما وسعنا لهم المكان، شايفين المكان ده وسع ازاي عليهم اهو. كان الاول حسيتهم ايه بدا يدوج عليهم، ما كانش ضايق بس انا حسيت انه بدا يدوج اهو. ده كمان فيه وسع تاني اهو. حطينا الاكل، حطينا العلف اهو ما شاء الله اللهم بارك. شايفين مصحصحين ازاي وكلهم نشاط وحيويه. حطينا لهم الميه، حطيت لهم فيتامينات على الميه، بس العلف ما حطيت لهمش اي خلطه. من بكره ان شاء الله نعمل خلطات مع بعض. هنروح نشوف باقي الطيور. قبل ما نروح لباقي الطيور انا حبيت اوريكم حاجه او اقول لكم على حاجه. طبعا دي اللمبات الصفراء، شايفين ادي 1 2 3 2 فيهم 200 وواحده 100 اهي. يعني لازم طبعا التدفئه ده بالنهار، بالليل بزود 2 تاني، فلازم التدفئه طبعا. لازم العلف اللي احنا زي ما احنا اتفقنا، العلف سوبر بادئ او سوبر نام، المهم لازم يكون سوبر طبعا علشان ايه الدورة تعدي بسلام وربنا يكرمنا فيها. يلا بقى مع بعض نشوف باقي الطيور. ده العلف اللي قصين الفراخ والبط اهو، هنخلط عليه. هنشوف مع بعض هنخلط عليه ايه. ده علف اهو زي ما احنا شايفين اهو، حوالي 3 كيلو دول. وده عيش مبلول اهو، وبقايا اكل بتاعت البيت، ما كانش ينفع اقطعه فانا بليته. بقايا اكل اهو، معاه طماطم بقايا اكل يعني. ومعانا برضو ردة على دشاشة شامي، هنخلطهم مع بعض وهنروح نوديهم للفراخ. خلطنا العلف اهو، العيش مع الردة مع العلف مع اسمه ايه ده، مع البربيع او البرسيم اللي احنا قصينه لهم، هنروح نوديه لهم. طبعا لازم انا حطيت علف وحاطه، انا عارفه انه حاطه كميه كبيره بس علشان البطيات كتار، دي حاجه. وبعد كده الفراخ علشان تبيض بسرعه، وبرضو علشان ايه البط يشيل وزن، لان خلاص طبعا رمضان كل سنه وانتم طيبين داخلين على خلاص اهو. يعني فاضل حوالي 10 ايام او 11 يوم، فما فيش وقت يعني. فاحنا عايزين ايه نخليهم يشيلوا وزن علشان نذبح منهم في رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. يلا نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونكمل نروح للفراخ. حطينا الاكل للبط والفراخ، شايفينه اهو. يعني هما بيحبوا البرسيم خالص خالص، من غير البرسيم مش بياكلوا. حطينا لهم الاكل اهو. يعني اهو البط زي ما احنا شايفين، فيه اللي بدأ يشيل وزن يعني ما شاء الله. شايفين هجرب لكم الصورة، شايفين اهو ما شاء الله اللهم بارك.
ان شاء الله هنذبح منهم في رمضان باذن الله. شايفين اهو البط ما شاء الله اللهم بارك، يعني كلهم ما شاء الله بداوا يشيلوا اوزان حلوه. طبعا احنا بنحط لهم العلف على طول. يعني انا فضلت يعني فتره كده مش بحط علف، لكن حسيتهم ايه بداوا ياكلوا في بعض ومريشين ومفيش وزن خالص، فرجعت احط ايه علف على الاكل حتى لو بكميات قليله. انا النهارده كترت يعني عن قصد زي ما قلت لكم، لكن ممكن نحط بس ايه بكميات قليله، نحط اقل من كده طبعا ونقلل طبعا علشان طبعا العلف غالي. بس انا ايه علشان زي ما قلت لكم اطلع دول وعشان برضو الفراخ تبيض. فان شاء الله برضو عايزه يعني ان شاء الله لما اخف البط هشتري ده علف بياض عشان الفراخ. يلا بقى نكمل مع بعض هنشوف ايه طلعنا عند الارانب اهو. شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. الارانب دي انا لسه مشتريها جديد. شايفين اهو. الارانب طبعا اللي كانت عندي السنه اللي فاتت وكنتوا بتشوفوها معايا ماتت الحمد لله على كل حال. فطبعا ايه انا خليت ابن اختي اشتراهم لي من ناس معرفه يعني وعندهم يعني ايه ارانب كويسه، فاشتراهم لي. دول بلدي السود، دول البلدي. في تاني اللي هم البيض دول اهم. دول بيقولوا عليهم فرنساوي اللي هو بعين حمرا ده. اشتراهم لي يعني قال انهم كويسين فاخدتهم منه. سعرهم كان حلو برضو. حطينا لهم هم البرسيم وحطينا لهم ميه وحط في طواجن صغيره. حطيت لهم علف اهو زي ما انتم شايفين اهو علشان ياكلوا. وربنا يبارك لنا فيهم ان شاء الله. لا باذن الله ربنا يبارك فيهم وربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله. وده كان الفيديو بتاعنا. لو وصلتوا لحد هنا اللي ما اشتركش في القناه اشترك، واللي مشترك يدوس لايك وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.